تعالوا بقى هنعمل طريقة بالبانيه تحفة وصحية جدا، وطبعا مش هنقلي، بدل صحية يبقى مش قلي. بصوا يا بنات، ده كيلو بانيه. طبعا انا بقطع القطعة الكبيرة شوية بقطعها، لو القطعة صغيرة بسيبها. غسلته طبعا كويس جدا، وجبت بولة، نزلت بمعلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري، وربع معلقة صغيرة من الحبهان، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل. وكان عندي كده شوية مرقة دجاج حطيتها، مش عندك ما تحطيش. وحطيت معلقة كبيرة من هريسة الشطة، وحطيت معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وتلات اربع معالق كده زيت حلوين، لو زيت زيتون هتبقى حلوة جدا وصحية كمان. وحطيت تلات برضو اربع معالق خل كبار، وحطيت عصير نص ليمونة. اخلطهم بقى كويس جدا، واحطهم بقى على البانيه بتاعي. عاوزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه من غير حاجه خالص. بس قلبته بقى كويس جدا بالشكل ده. المفروض ان انتوا تسيبوها مش اقل من ساعتين، انا اشتغلت على طول وطعمها طلع خطير. بصوا بقى، بيجيبوا طاجن، بيجيبوا صينيه، حسب الكميه اللي انتوا بتعملوها. يعني انا هنا كنت عامله كيلو، فعايزه حاجه كبيره شويه. جبت صينيه، وحطيت اول حاجه بصل كنت مقطعاه جوليان، دول بصلتين كبار. وحطيت بقى فلفل احمر على فلفل رومي على فلفل حامي اللي انت تحبيه. وهنا كنت مقطعه البطاطس، دول بطاطستين كده حلوين كبار، كنت مقطعاهم شرايح مش سميكه قوي يا بنات ولا رفيعه قوي، يعني مش شيبسي، اتخن من الشيبسي شويه. و... وارص بقى قطع البانيه فوق البطاطس بالشكل دوت، ما خليش طبقات على بعض، يعني احاول على قد ما اقدر ان انا اخليها مرصوصه جنب بعض. ولو حطيتي عليها من فوق تاني، عملتي طبقة تاني، هي لما تخش في السوا وتكش شوية تحاولي تفرديهم في الصينية اهو بالشكل ده كده يا بنات. انتي هنا بقى بتحطي فوق الصينية اللي انتي عايزاه، عايزة شرايح طماطم حطي، فلفل رومي حطي، الوان حطي. انا بحب الفلفل الحامي فحطيت قرون فلفل حامي اهو بالشكل ده. ونسيت يا بنات، قبل ما نحطها في الفرن انا حطيت لها معلقتين زيت من فوق، بس ديت ما اتصورتش، يعني انا بعد ما غطيتها رجعت تاني شلت الفويل وحطيت لها معلقتين زيت. بصوا دخلت قعدت حوالي ساعة الا ربع في الفرن، طلعت بالشكل ده. طبعا لسه ما خلصناش، هنا بقى عملنا دقة تحفة. فصين 3 توم كده، ومعاهم قرن فلفل حامي، وعصير ليمونة. واحطها كده على الصينية بتاعتي من فوق او الطاجن، وهدخلها الفرن 10 دقايق بس. شايفين بقى الشكل؟ حاجة كده تحفة، والبطاطس مستوية حلو جدا وصحية جدا جدا، يعني اللي عامل رجيم هياكل منها وهو مطمن. شايفين الشكل عامل ازاي؟ وطرية جدا يا بنات، بجد تحفة. الصينية دي لازم تعملوها وتجربوها، واللي يجربها يقولي رأيه فيها ايه. وبألف هنا.